بدأت شغل في وظيفة جديدة، بس هل وافقت على المرتب المعروض عليك؟ هنا بيبدأ الجزء الأهم، التفاوض على مرتبك ومميزاتك بالشكل اللي يضمن لك التقدير اللي تستحقه. قبل ما تبدأ أي تفاوض لازم تكون عارف قيمة نفسك. اعمل سيرش عن متوسط الرواتب في مجالك وقارن بين الشركات، واعرف ايه المزايا اللي ممكن تطلبها غير المرتب، زي التأمين الصحي أو التدريب والتطوير المهني. ولما تيجي تتكلم عن المرتب خليك واضح وواقعي، يعني ممكن تقول مثلا بناء على خبرتي والسيرش اللي عملته اعتقد ان الراتب اللي هيناسبني هو كذا، وقول المبلغ اللي انت شايف انك تستحقه. وخلي كلامك يكون مبني على حقائق وارقام، وقبل ما تقبل او ترفض العرض قيمه بالكامل. هل الشركة هتوفر لي بيئة عمل محفزة؟ هل في تأمين صحي او اجتماعي؟ طب الاجازات والتدريب؟ خلي المفاوضات مفتوحة. التفاوض على المرتب مش عملية صعبة، بس هي خطوة مهمة، ده علشان تضمن تقدير مجهودك وتحقق توازن بين حياتك الشخصية والمهنية. خليك دايما جاهز وافتكر ان التفاوض حقك.